السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. عواشركم مبروكة ورمضان مبارك كريم. الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة وبطولة العمر يا ربي وبالغفران وباش ما تمنيتو ان شاء الله. وصفتنا لليوم هي واحد الكيك بارد او تحلية كتجي لذيذة بزاف، كريمية بالبرتقال، سهلة وسريعة ولذيذة بزاف، واحد المذاق اللي هو كريمي وناجحة. ممكن انكم تقدموها في الفطور وكذلك تقدموها في السحور، كتجي لذيذه بزاف ورائعه. كنتمنى هاد لا فيديو نال اعجابكم. خليكم مع الوصفه. بسم الله على بركه الله. فاول حاجه غادي نحضر هو الطبقه الاولى، هي الطبقه ديال الكيك. غادي نحتاج فيها 2 حبات من البيض اللي كيكونوا بالدرجه ديال الحراره ديال المطبخ. كنوضعهم هنا في واحد الخلاط كهربائي. علبه من الياغورت، انا هنا ضفت ياغورت بنكهه الفانيلا، ممكن حتى البنان. وغادي نضيف كاس من السكر. هذاك الكاس ديال الياغورت هو باش كنعبر، كندير كاس من السكر ديال الياغورت وكاس الا الربع ديال الزيت. مهم نتوما كتاخذوا القياسات ديالكم بالكاس ديال الياغورت. وهنا بالنسبه للنكهه اللي غادي نضيف هي نكهه البرتقال. غادي نحك فقط هذيك القشره اللي كتكون من الفوق، داك اللون البرتقالي ما كتوصلوش للابيض، وكنضيفو على الخليط. وغادي نحاول انني نخلط هاد المكونات جيدا واحد 3 ديال الدقائق. ممكن انكم تستعملوا فقط الخلاط اليدوي، ولكن هكا كتسهلها علينا. كنديروا الكل في الخلاط الكهربائي وكنخلطوه مره واحده. من بعد كنوضع هاد الخليط في عفوا في واحد البول، وكنبدا في اضافه الدقيق. انا خديت ليا 2 كيسان وربع ديال الدقيق. كما قلت لكم العبار بالكاس ديال الياغورت، ممكن 2 كيسان ونص على حساب نوعيه الدقيق. المهم هذا هو القوام ديال الخليط، كيكون شويه خفيف. وغادي نضيف الخميره الحلويات، واحد 10 غرام ديال خميره الحلويات البيكنج باودر، وبطبيعه الحال ضروري كنغربلهم. غادي ناخذ واحد الصينيه ديال الفرن، وكندهنها بالقليل من الزيت او الزبده، وكنرشها بشويه ديال الدقيق. ممكن تستعملوا فقط ورق الفرن. وغادي نوضع فيه الخليط ديالي وغندخلو الفرن. كيطيب على نار مهيله، راه كتكون واحد الطبقه رقيقه بحال لا جينواز. ومن بعد ما كنخرجو كيكون حتى كيكون برد، كنقلبو وكنحاول انني نقي داك المول، وكنرجع ليه الكيك. بالنسبه للطبقه الثانيه هي الطبقه ديال الكريمه. غادي نوضع نصف لتر من الحليب و3 ملاعق كبيره من السكر، واحد ساشي من نكهه الفانيلا، و3 المعالق كبار ديال المايزينا او النشا. كنخلط الكل مزيان وكنوضعهم فوق النار على نار مهيله مع التحريك حتى كتعقد لينا هاد الكريمه. وبالنسبه للساقي ديال الكيك، كنت هنا دايره سميتو قيس ديال الماء، 3 المعالق ديال السكر، واحد دائره من البرتقال، وخليتهم كيغلاو واحد 5 ديال الدقائق. وغادي نسقي بهم الكيك. فهاد المرحله درتها عاد حضرت الكريمه. وبالنسبه للكريمه دائما كتبقاو كتحركوها حتى كتعقد. كما كتشوفوا القوام ديالها باش كتكون هكايا ليس. وهي سخونه غادي نضيف ليها 60 غرام ديال الشوكولات الابيض اللي كيعطيها واحد النكهه لذيذه بزاف وكيخليها كتزيد كتماسك. كنبقى كنحرك حتى كتذوب لينا داك الشوكولاته البيضاء، وكنوضعها كطبقه ثانيه فوق الكيك. راه بالزربه كتماسك معنا
كما كتشوفوا راه دابا بدات كتقال. كنخليوها جانبا وغادي نحضر الطبقه الثالثه اللي غادي نعصر هنايا واحد ثلاثه الليمونات او ثلاثه البرتقالات. مهم كتعبروا 250 مليلتر من البرتقال. من الاحسن انه يكون هكايا ناتوريل. اذا ما كانش متوفر ناتوريل ممكن تستعملوا فقط عصير ديال البرتقال الجاهز. كتضيفوا لي واحد الفلون وملعقه من نشا وغادي نحرك هاد المكونات كامله مزيان. هنا كما كتشوفوا ما ضفتش السكر نهائيا لان عندي البرتقال حلو وفضلت انني ما نكثرش كميه السكر. فلا عندكم البرتقال هكا محلوش ممكن انكم تضيفوا واحد الملعقه كبيره. كتخلطوا هاد المكونات كامله مع بعض وكتوضعوهم فوق النار على نار مهيله بنفس الطريقه ديال الطبقه الاولى مع التحريك حتى كتعقد لينا هاد الطبقه. وكنوضعوها كطبقه اخيره. كما كتشوفوا هاد الكريمه كتكون تماسكت معنا واخا باقا سخونه. وغادي نوضع هاد الطبقه الثالثه عفوا وغنخليها تبرد واحد الساعتين. عاد كنقطعها كتدخلوها للثلاجه حتى كتبرد مزيان. ومن بعد ما كتبرد لينا التحليه ديالنا او الكيك ديالنا كنخرجوه وعاد كنقطعوه. المهم هنا حاولوا انكم تقطعوا تنقيو الموس ديالكم وتعاودوا تقطعوا مره اخرى. وبالنسبه للتزيين كما كنقول لكم دائما التزيين كيبقى اختياري. انا زينت هنا شويه بجوز الهند والقليل من قطع البرتقال. ممكن تزينوا بالشوكولاته. وهنا غنوريها لكم من الداخل كيفاش كتجي صراحه زوينه بزاف. الكيك كيجي خفيف وكيجيو هذوك الطبقات بجوج كريميين ولذاذ بزاف. والاهم انها سهله في التحضير ولذيذه بزاف وكلشي غتعجبو لا الصغار ولا الكبار. ممكن انكم تحضروها كتحليه في هذا رمضان وممكن انكم تحضروها ككيك بارد في الصيف ان شاء الله. كتجي لذيذه بزاف ورائعه ومكونات ديالها موجودين في كل البيت. كنتمنى هذا الفيديو كنا لاعجابكم. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي وعجبكم محتوى ديال قناتي كنقول لكم مرحبا بكم. الا جاكم هذا الفيديو كيستاهل لايك ديروا لي لايك. ما بقى لي الا نضرب لكم موعد في الفيديو المجيء ان شاء الله. في امان الله وحفظه.